المشكلة إن إحنا أوقات كتيرة أوي لمّا بنتعلّق بأهالينا ونيجي نخرج من البيت، بنفضل في حتّة مننا جوّه، مش قادرين نفصل بين بيت عيلتنا أو بيت أهلنا وبين حياة زوجية جديدة، ودي على فكرة مشكلة كبيرة أوي بتقابل الجيل ده. يعني أنا زمان ما كنتش باسمع إن في واحدة بتروح تبات عند مامتها دي غير لمّا تكون متخانقة مثلًا، متخانقة مع جوزها. دلوقتي أنا ما باشوفش حد بيبات في بيته غير في الweekend. طيب الحاجات دي بتأثّر؟ بتأثّر أوي. أنا طول الوقت ما انفصلتش عن بيت أهلي، ما بقاش ليّا كيان. عارفة يعني إيه يبقى ليكِ كيان؟ حياتِك المادية بقت ليها حدود أنتِ وجوزِك. طب تخيّلي لو حياتِك المادية دي لسه مفتوحة زي ما هي، وقاعدة بتروحي عند ماما وبتاكلي وبتشربي عند ماما، وماما بتدّيكِ فلوس وبابا بيدّيكِ فلوس. تفتكري لو جوزِك ده مثلًا مرتّبه عادي، هو مرتّبه يبقى كويس أوي ليكِ أنتِ وهو أول ما تبتدوا جواز. طب لو أنتِ بتحسّسيه، أنتِ عارفة يعني أنتِ ممكن تحسّيه بالعجز، إن أنتِ طول الوقت مش محسّساه إن الماديات دي يعني إن هو راجل قادر إن هو يصرف عليكِ أو يبني بيت. أنتِ ما ساعدتوش على كده. أنتِ طول الوقت في نُص من حياتِك أو من شخصيتِك لسه متبقي في بيت أهلِك.